اليوتيوب. بعد ما شفت ذيك النفوس البريئة جثث، حسيت بانكسار وتعب نفسي، حسيت بقهر. كيف أحد يقدر يحرم نفسه من الحياة؟ حسيت بألم الضمير وأنا مالي أي علاقة في قتلهم. الحياة فروعها كثيرة وغريبة، والفضول هو انك تدخل في اي شيء مالك اي علاقة فيه. احيانا الفضول يوصل الى درجة انه يهدد حياتي، وكان كافي انه يفقدني ناس كثير وكنت اشوفهم مثل اخواني. الموت كلنا راح نمر فيه، انا وانت وهم وكل الناس اللي نعرفهم. اتذكر ضحكة اشخاص ابعدتني الاقدار عنهم، واوقات كنا فيها سعيدين وفرحانين. بعدهم عني سبب لي الارق والتعب، خصوصا في اخر الليل لما نسترجع ذكرياتي ولحظاتي معهم. تحت المقطع هذا سواء كان هنا او هنا راح تحصل لايك، لا تحرمنا منه، وفوق راح تحصل سواء كان هنا او هنا اللي هو الشير او النشر. انشر القصة بكل مكان، ومواقع التواصل الاجتماعي من سناب شات وانستغرام وغيرها راح تحصلونه تحت بالدسكريبشن، وراح يطلع في المقطع برضه. تعالوا هناك واعطونا رايكم، ويلا خلونا نبدأ القصة. صحيت في مكان ثاني. نظرت حولي وكنت في مكان شبه مهجور. دقيقة، هذا كأنه تصميم سجن، بس أنا كنت في الوسط وقاعد بكرسي. إيدين اليمين واليسار كانوا مثبتين بثلاث سكاكين، ورجليني برضو مثبتة بحدايد. كان الدم ينزف مني بكثرة. صرخت بوجع وخوف وقلت يا رب أنا وين؟ بيني وبينكم كنت أتمنى أني أكون ميت ولا أكون بالمكان هذا. هالمرة قررت اني ما اخاف. قلت بنبرة قوية انا عارف انك تناظر لي ومستلذ باللي تسويه فيني، لكن صدقني عذابك لي ما عاد صار يهمني. دقيقة، قال بنبرة غامضة، ايه مستلذ، وانتقامي منك لسه ما خلص. رديت عليه بسرعة وقلت ليش تسوي فيني كذا؟ ليش؟ انا ما سويت لكم شيء. غمضت عيوني وقلت ما سويت لكم شيء، قل لي ذنب واحد سويته لكم عشان تعذبوني. قال وانفاسه تزيد كأنه في احد كاتمه، ايه سويت، بس ماني مجبور ابرر لك، انت ضيف هنا وغصب عنك تنفذ شروطي، يلا برر لي. وسألني وهو متعمد يستفزني وقال اتفقنا؟ قلت له وانا معصب الله ينتقم منك يا حقير، وما في شيء نتفق عليه، فاهم؟ ما كان واضح، كان مثل الظل. كنت كأني اكلم نفسي، كنت اتساءل هو كذا شكله ولا متلبس ولا وش؟ فجأة وجه لي ضربة قوية ببطني الين حسيت بألم غير طبيعي واختفى، وخلاني اعيش بهذه المعاناة. تألمت لكن اختفى ذاك الألم بعد ما تذكرت اني نجحت باستفزازه. ابتسمت بحقارة وقلت الله معي، يعني انا اقوى. مرت فترة طويلة وانا على حالتي هذه، احاول افلت يدي من ذيك السكاكين الموجعة، وكل ما احاول احس روحي تطلع معها. قعدت اقول بيني وبين نفسي في امل، وشوي افقد كل املي، وشوي مرة ثانية اقول استغفر الله، وما تمر كم دقيقة الا وانا اتحسب عليه. حياتي وقتها كانت جدا سقيمة. وفي هذه اللحظة وقف العم ياسر قصته، وهنا انتهت ذيك الليلة على خير. وصارت الساعة 4 الفجر، الكل توكل البيت. وطبعا انا رجعت مع صديقي طارق. اذكر اني يوم طلعت السيارة وكنت ساعتها افكر بالشيء اللي واجهه العم ياسر، فكرت واخيرا تلاشى مني كل شيء، وصرت بعالم احلامي. صحيت على صوت طارق وهو يهمس ويقول يلا قوم فهد يلا. فتحت عيوني ويلا استوعبت ان احنا جنب بيتنا. شكرته وقلت له انتبه لك في الطريق، ترى الوقت متأخر. نزلت من السيارة ووجهت ايديني على جيبي، فتحت باب البيت ووصلت لغرفتي ورجعت وكملت نومتي. صحيت على صوت الجوال. فتحت عيوني بصعوبة وحطيت ايديني على الدرج. مسكت الجوال وكان المتصل طارق. رديت عليه وصوتي كله تعب. اهلين طارق. تكلم طارق ومن نبرته كأنه خايف. فهد، العم ياسر توفى اليوم. انصدمت من اللي قاله طارق، وقلت بعد ثواني من صدمتي كيف؟ كمل وقال ببساطة لازم نتقابل مع العيال بالاستراحة وانت تعال يلا سلام. وفجأة قفل الخط. الصراحة حسيت انه مقلب او مزحة، بس بنفس الوقت حاسس انه صدق مو كذب. المهم ما علينا. قمت وتوضيت وصليت، واخيرا دخلت غرفة اخوي وسرقت مفتاح سيارته وطلعت من البيت بدون اي ازعاج. كنت اتساءل
كيف مات ويا ترى صدفة ولا لا. وانا اكلم نفسي كنت اقول ليكون بسبب القصة. لا ما اعتقد، القصة اللي قالها من 15 سنة والحين يعني بيموت. لا، وبسببها كملت وانا ابتسم من غبائي وقلت ما ادري متى بتصير ذكي. المهم وصلت الاستراحة بعد ما انتبهت ان كل اخوياي وصلوا قبلي. نزلت من سيارتي مسرع وتوجهت للغرفة. الغرفة كان واضح فيها الازعاج. عرفت ان العيال هناك. دخلت وقلت السلام عليكم. الكل التفت لي وبصوت واحد قالوا وعليكم السلام. مسكني احمد وقال تخيل يا فهد العم ياسر مات بنفس الطريقة اللي قالها بالقصة. قلت وانا رافع حاجبي قصة اي طريقة تتكلم عنها؟ يعني ايش؟ ما فهمت. قال طارق من بعيد وهو يبلع ريقة. تذكر يوم قال ان في 4 انتحر بنفس الثانية والدقيقة؟ رديت عليه وكانت اجابتي اي طبعا. كمل كلامه وقال مو قال ان في ورقة فيها رموز كانت في موقع الحادثة؟ رديت عليه من جديد اي اذكر. وبعدين قال وهو يبتسم بسمة حزن العم ياسر توفى بضربة كهربائية، والمصيبة انهم لقوا ورقة بنفس طريقة الرموز ونفس طريقة غموض الحادثة الاولى. توسعت عيوني من الصدمة وقلت لا انت شكلك تستهبل. قال احمد من ذيك الزاوية وانت شايف ان الوقت هذا نقدر نستهبل فيه؟ خالد قال وهو متوتر يا عيال والله بديت اخاف، مستحيل تكون صدفة. قاطعه احمد من بعيد وقال الحكومة بتاخذ مجراها من التحقيق لا تخافوا. خلونا نطلع من النص شوي. الحين بنعيش في واقع شخص ثاني وراح نتكلم بلسانه. في ذاك النهار وبوسط انشغالي في عملي تلقيت خبر جريمة حصلت بالمدينة، وبما اني الشخص المطلوب في اقوى الجرائم اللي تحصل واعتبروني في عملي اني الاشطر واختاروني انا عشان احقق فيها، اخذت سلاحي ووراقي وقفازاتي والاهم عقلي وذكائي. مشيت الى سيارتي وانا متحمس للقضية الغامضة وحاب اني اتميز بتوضيح غموضها للجميع. بعد نص ساعة وصلت واخيرا نزلت من السيارة ووجهت عيوني للعمارة وقلت يا رب توفيقك. كانت الشرطة محاوطة كل المكان والازعاج من كل الانحاء. اول ما قربت للشقة الكل انتبه لي وابتسم لي. ايه اكيد يبتسموا طالما المحقق تميم وصل. ذاك المحقق اللي يعرفه كل اللي في المدينة. تجاهلتهم وكملت مشي في العمارة. وكانت الشقة اللي مواجهتني الشقة اللي نبغاها واللي حصلت فيها الجريمة. الغريب انها كانت مرتبة وواضح اهتمام الشخص في ترتيبها وتنسيق الديكور جذبني. بس اللي خلاني استغرب اكثر واكثر ان الوانها متناقضة. يعني كانت الصالة ملونة بالاسود وتجيب الكآبة بعكس المطبخ كانت الوانها هادية وجميلة. اما الغرفة يا الله سترك كانت مرعبة. الوانها السوداء والرسومات اللي كانت على الجدار كلها كانت مخيفة. اشخاص بتماثيل مزعجة ومرسومين بدقة. طلعت وتوجهت للمجلس وكانت جميلة الوانه وتناسيق الاشياء فيه تزيد اللون فتنة. واخيرا دققت في زاوية الغرفة وكانت الجثة. قربت لها وزي ما تخيلتها لونها قريب للازرق، عيون المتوسعة وفمها المفتوح ولعابها اللي مغطي على وجهها. هذه اعراض الضربة الكهربائية. قربت الايده وتحسستها. ابتسمت بعد ما عرفت ان موت هالشخص كان قريب، يعني قبل فترة بسيطة توفى ومستحيل تمر على وفاته 4 ساعات. وعلى طول ناديت على مساعدي وقلت اياد يا اياد. جاني يركض وقال هلا نعم. قلت له ابغى اعرف متى توفى ويا ليت تشيلونه للمشرحة. قال وهو يناظر الجثة حاضر. وبعدها فتح اياد كتاب وقال اسم الجثة ياسر والعمر كان 46 ولا توجد اي مخالفات قانونية. وفجأة سكت. قلت له كمل وش فيك سكت؟ رد عليه وقال لا ما في شيء، لكن ما في غير هالمعلومات. رديت عليه وقلت انت تشوف ان الجريمة جريمة قتل؟ قال وهو يناظر الجثة لو كانت الجريمة جريمة قتل كان انتحر بحبل او على الاقل بسلاح. بس الغريبة ان ضربة كهربائية تفقدها روحها ببساطة، لكن المصيبة ان ما في اي شيء يدل على التماس كهربائي ولو حتى كان بسيط. تفاجأت بعد ما سمعت هالخبر وقلت عجيب، اجل كيف توفى بالتماس كهربائي؟ قاطعني اياد وقال والشيء الثاني انهم لقوا ورقة فيها رموز ومفككة قبل 15 سنة. قلت له وضح اكثر. قام وقلب الورقة اللي بيده وقال قبل 15 سنة. قاطعته وقلت باختصار قولها. كمل كلامه وهو يقول حصلت في قرية قريبة من الرياض تبعد 20 دقيقة. أمور عجيبة ومنها أنها انسكنت القرية هذه من الجن، ولما حاصروها الحكومة فقدوا بعض من رجالهم بسبب غامض وغير معروف وبين قوسين يوم السبت الأسود. والحين خلونا ننتقل إلى حياة فهد وواقع فهد. حسيت بخوف وبنفس الوقت فضول وقلت يا عيال أحس إنه مات مقتول.
قال أحمد كيف مقتول تستهبل أنت؟ قلت له وأنا متحمس مستحيل تكون صدفة، مستحيل. قال خالد وهو يشكك بكلامي يا فهد ترى كل شيء جايز. قال طارق وهو يناظر لي أحس كلام فهد صحيح، فكروا معي شوي. الليلة اللي فاتت كان يتكلم عن ذيك القرية وتكلم عن كل معاناته، وكان يتساءل عن أشياء ما كشفها القدر له. هل يا ترى معقولة هم كانوا يبغونه يشاركنا باللغز اللي خباه عن الكثير بحياته؟ ابتسمت وكملت بثقة وقلت صح عليك يا طارق، هذا اللي أبي أوصله لهم. أحمد حط إيده على دقنه ويناظر لي أنا وطارق، وبعد ثواني من الصمت قال إي والله من جد والله كل شيء جايز. قال خالد وهو متنرفز يا أخي لا تزيدوني خوف ماني ناقص. سكتنا كلنا وكل واحد بدأ يمشي من مكانه بدون ما يتكلم ويقول وين رايح، إلى من جاء دوري وتوجهت لباب الغرفة وطلعت منها ومن الاستراحة بهدوء. والحين خلونا ننتقل إلى واقع المحقق تميم. وسعت عيني بصدمة وقلت يا الله احنا نواجه قضية قوية وكبيرة يا إياد ابتسم وكأنه واثق فيني وبذكائي. قلت له لكن حنا راح نوصل إلى جواب يقنعني ويقنعك. قال إياد وانا مستحيل اني اشكك في مهاراتك. قلت له وانا ناظر فيه ابغى اعرف هل عنده اهل، هل عنده قرايب، اي شيء. قال إياد عائلته كلهم توفوا قبل 2 بحادث حريق. أنا تلقيت الخبر زي الصاعقة. عجيب يا ترى صدفة ولا حوادث غامضة تحتاج تفسير. قلت له بعد تفكير وش سبب الحريق. إياد رد علي وكان جوابه انفجار غاز مفاجئ. أول ما سمعت هالكلام لبست قفازاتي وقربت للجثة وانحنيت ودققت في اليد اليسار في أثر واضح على وريد الضحية. وقلت لإياد أتوقع هذه محاولة انتحار. قال إياد ممكن. وأنا أناظر الجثة قمت من مكاني وتوجهت لغرفة النوم وناظرت لها وقربت من درج كان قريب من السرير لكنه كان فاضي، وعلى طول توجهت بعدها ب10 خطوات للتسريحة وفتحت أول درج لكنه كان فاضي، وثاني درج كان برضو فاضي لكن آخر درج فكيته وكان فيه كتاب وكبير بالحيل. استغربت واخذت الكتاب وحسيت ان إياد جاء وقلت له تعال. جاء إياد وقال تحتاج شيء؟ قلت له وانا موجه عيني على الكتاب ايوه ابغاك تحفظ الشيء هذا عشان نعرف من وين جاء وش هذا اصلا. جاوبني إياد وقال حاضر. اعطيت الكتاب وقلت له تقدر تنصرف وابغى لما ارجع للمركز القاه في مكتبي. المهم ما علينا. تركته وتوجهت للمطبخ. فتحت الأدراج وكانت مليانة بالسكاكين وأشواك وأشياء حادة. قلت وأنا أهمس شيء غريب، إلا فجأة حسيت بذاك الشعور المجهول اللي كأنه في أحد يراقبني هنا. بسم الله، بس يمكن يتهيأ لي. تعوذت من إبليس وكملت تفتيش في كل مكان وركزت عيوني بكل زاوية في هذا البيت. أمرتهم بتصوير الجثة وإنهم يأخذونها، وأخيرا صوروها وشالوها. والحين بعد ساعات طويلة ومقلقة خلص دوامي. حسيت بصداع، خرجت من بيت الضحية وتوجهت لسيارتي ودخلتها وأخيرا شغلتها. تحركت وتوجهت لأقرب كافي واخذت اللي أحتاجه ويعدل مزاجي. وقتها تذكرت الكتاب وقررت اني اروح المركز عشان اخذه. مدري ليه حسيت بشعور شدني لما مسكتها، حتى ما فكرت افتحه واشوف ايش اللي فيه، لكن كل اللي اعرفه اني حسيت بشعور عمره ما خذلني. المهم ما علينا، وصلت المركز وطلعت من السيارة وعلى طول دخلته. لكن وانا عند الباب سمعت صوت سلمان من بعيد وهو يقول لي تميم ترى في اجتماع بعد 5 دقائق لازم تحضر. وراح وهو مستعجل. ناظرت لها بحقد وقلت بهمس متكبر مدري على وش، يمكن عشان غباءه. المهم خلونا منه. رحت لمكتبي وشفت الكتاب على الطاولة وناظرت لساعتي واكتشفت انه باقي دقيقتين بتأخر على الاجتماع. طلعت من مكتبي وبديت اسرع بخطواتي إلين أخيرا وصلت لذيك الغرفة. كانت في الوسط طاولة وقدامنا صور الجريمة والراسم اللمسي عشان يدرسون الجريمة ويفسرون كل شيء. الكل متواجد في ذيك الغرفة، لكن راح أختصر لكم كل اللي صار. بعد ساعة كاملة انتهى الاجتماع وأخيرا خلص. وأنا جالس في مقعدي غمضت عيوني وفرمتها بتعب. إياد حط إيده على كتفي وقال ما عليه، لازم تتحمل، تراها تعتبر آخر قضية لك، انتبه تستسلم لها. ابتسمت له وقلت إن شاء الله. وبعدها تركني وراح. كانت نتيجة الاجتماع والقرار النهائي بعد تقرير المشرحة أن ياسر مات بجريمة قتل محترفة أو غامضة. المهم من شدة الصداع والألم اللي واجهته قررت أني أنصرف للبيت وارتاح لي شوي. طلعت من الدوام ووصلت البيت
ورحت لسريري على طول وانسدحت ونمت. صحيت على صوت المنبه، فتحت عيوني بتعب وقمت على رجولي، رحت لدورة المياه، أخذت شاور، بعد ما خلصت لبست ورحت للمطبخ، سويت لي كافي شربت منه وابتسمت بعد ما كنت أفكر بكل شيء، كيف بروح للقرية وإيش ممكن أكتشف وهل يا ترى راح يصير لي شيء أو لا. وفي نص حلطمتي وكلامي قلت يا رب توفيقك. بعد ثواني ركبت السيارة ورحت المركز، وأول ما وصلت شفت إياد كان يأشر لي من بعيد، نظرت له باستغراب وقلت له بصيغة الإشارة وش فيه؟ قال لي وهو يأشر لي تعال تعال. مشيت وقربت له، نظرني وقال ها بشر وش لقيت بالكتاب؟ قلت له أبد ما لقيت شيء يفيد. قال لي وأنا كنت مستغرب من كلامه وكأنه شاك في كلامي، أنت متأكد؟ قلت له إيه أنا متأكد من كلامي. تركته بعد ما انهيت كلامي وقلت يلا تبي شيء؟ جاوب عليه وقال أبد سلامتك. والحين خلونا ننتقل إلى حياة فهد. صحيت من النوم وأمي كانت تخاصم، قوم جا الصباح يلا قوم. قمت وشوي شوي إلا وتذكر وش ناوي أسوي اليوم، لكن بسرعة رحت ولبست وقررت إني أتصل على طارق. مسكت الجوال وبديت أتصل عليه، رد بصوته الشاحب وقال هلا فهد هلا. قلت له أهلين كيفك طارق؟ قال أبد والله تمام. قلت أبيك بسالفة أنت والعيال اليوم، خلنا نجتمع في الاستراحة تمام؟ قال يا ليل القروشة طيب وقفل الخط. وعشان ما عندي سيارة على طول رحت لغرفة أخوي من جديد وأخذت مفتاح سيارته، مشيت الاستراحة دخلتها وانتظرتهم حدود الساعة كاملة. أنا عن نفسي ما حسيت بالوقت، لكن كان كل تفكيري إن كيف أقنعهم إن إحنا نروح القرية. وأخيرا اكتملت الشلة وقعدتنا كانت نفس الروتين، لكن كانت الكآبة واضحة فينا. المهم بديت أنا بالكلام وقلت في فكرة براسي يا عيال. قال طارق وش هي؟ قلت وش رايكم نروح للقرية ونحل هاللغز بانفسنا؟ قال أحمد لا انت شكلك انجنيت. قلت وانا مصر. فكروا يا عيال ترى يمكن ياسر كذاب، امس حلمت حلم غريب كان يطلب منا المساعدة، ترى بس بنشوفها من برا ما بندخلها. قال خالد تروحون ولا ما تروحون؟ انا ما افكر اني اجي ابد. استمريت ما يقارب ال3 ساعات وانا احاول الين الكل اقتنع الحمد لله. قال خالد بس من برا نشوفها ونرجع على طول. رديت عليها بسرعة وقلت إيه هي أكيد، وكلنا أجمعنا وقررنا أن احنا نروح لها يوم السبت الجاي واللي هو بكرة. والحين خلونا ننتقل إلى واقع المحقق تميم. يوم خلصت كلامي مع إياد قلت له تبي شيء؟ قال أبد سلامتك. مشيت وتوجهت لمكتبي وقعدت أناظر في صور الضحية ياسر، ناظرت فيها ودققت مزبوط عجيب، وكنت محتار متى أروح للقرية وقلت ليش ما أروح الليلة؟ هذه الليلة. على طول أخذت كل اللي ممكن يفيدني، قفازات سكاكين سلاح، وطلعت من المركز. بعد ما استأذنت رحت للبيت، أخذت كشاف كبير والكتاب، وأهم شيء أكل وموية، لأن لو اضطر الوضع راح أنام هناك. أذن العصر وحركت للقرية وصليت في الطريق، ولكن بعد وقت طويل وصلت للقرية. قلت وأنا أهمس لنفسي أخيرا. كنت ناظر لبابها وكان واضح انها مهجورة ومحظورة برضو نفس ما قالت المعلومات. كملت طريقي الين وصلت القرية، بس ما حبيت انزل من السيارة الين اشوف الوضع. لفيت تقريبا 3 شوارع وكان الجو وقتها بارد بقوة لدرجة ان كان الهواء قادر انه يبرد سيارتي. فتحت الشباك وقررت اني اوقف السيارة قدام حارة، وكنت ابي اعرف السر. كان احساسي يقول لي ان هناك سر هالقرية. البيوت كانت أغلبها مهدمة وجدرانها مشققة، إلا ذاك البيت كان مغبر وجميل. نزلت من السيارة وتوجهت لباب ذاك البيت، نظرتها بتمعن وقلت بسم الله. فتحته ودخلت، دورت في كل مكان، نظرت الأثاث وقلت بيت جميل مرة وما يعيبه شيء. والتصميم كان أنيق جدا. المهم طلعت للدور الأول وحاولت إني أكتشف أي شيء، لكن ما استفدت شيء. صارت الساعة 6 المغرب وأنا للحين ما لقيت شيء، وبدت الشمس تعلن غروبها والقمر بدأ يبين في السماء. أخذت الكشاف فتحته، لكني حسيت بتعب. حاولت أدور أي شيء أجلس فيه، لكني ما لقيت غير إني أتسند على جدار. جلست وتكيت على جدار، لكن فجأة بدون سابق انذار التف الجدار وصرت بداخل غرفة. والله غرفة أنا مستغرب أكثر، كانت أنوارها حمراء وأوراق وأشياء عجيبة غريبة.
نبضات قلبي بدت تتسارع وبدت أنفاسي تتعالى. قلت وش هذا؟ وجهت الكشاف على طاولة كبيرة قدامي كان فيها سكاكين صغيرة وفيها أثار دم ودوات تعذيب، وعلى زاوية الغرفة مشلح أسود طويل وقفازات. إيه هذه غرفة السفاح. بهداوة قربت إيديني لجيبي واخذت قفازاتي وطلعت كيس الأدلة، قربت للطاولة واخذت السكاكين ودوات التعذيب، تركت كل شيء على الأرض. بعد ما انتبهت أن الأوراق كانت كلها غريبة، فتحتها ولقيت مكتوب فيها: أنا المجهول الغريب الضايع، أنا اللي صرت مو عارف مين أكون، أسمعهم بس غيري ما يسمعهم، ياخذني ويحطني دائما هنا وأستغرب إيش اللي جابني هنا، أبغى أعرف مين أكون، أبغى أعرف. وانتهى هنا الكلام. احتفظت بالورقة وانحنيت عشان اخذ هذيك الاشياء، وصرت ادور على مخرج، لكني ما لقيت. دورت الين لقيت زر صغير في زاوية ثانية من الغرفة، ضغطته وصار يكتب لي بالشاشة: اذا ما طلعت ترى بيقفل للابد. اخذت الادلة وكل شيء احتاجه، فتح الباب واخيرا هربت منها وصرت بالصالة. كنت اقول بخوف: غريب تصميم هالبيت، وفي قرية بعد. كانت الساعة 8:10 بالليل. الوقت مر بسرعة. دقيقة، جاني سؤال ببالي: طيب إذا فعلا القرية مسكونة ليه ما صار شيء معي للآن؟ عموما خرجت من البيت ولقيت سيارتي مكانها وطلعت من القرية بأمان. والحين راح نتكلم على حياة فهد. مر الوقت وصارت الساعة 8:10. تركت العيال ورحت البيت. شفت أخوي معصب مرة ثانية، أعطيته مفتاح سيارته وطلعت لغرفتي وجلست على السرير بيني وبين نفسي، بما أن جاتني ضيقة مفاجئة وما وعيت إلا على أذان الفجر، وقلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر، الله أكبر. بديت أجهز عدتي وكل شيء ممكن يفيدني إلا على دقة البوري. نزلت ولقيت العيال كلهم بالسيارة. كانت السيارة متوسطة حجمها، يعني تقدر تتحمل عددنا. توجهنا للقرية. الكل كان متوتر وخايف، اللي ماسك جواله واللي ناظر للشباك. أما أنا ما أذكر كم مرة عدت تذكاري. أخيرا وصلنا القرية وكلنا كنا مصدومين من منظر بابها. خالد وهو يرجف قال: يا عيال تراها تخوف. قال أحمد وهو يبتسم: مو مثل ما توقعت. رد عليه طارق وقال: اي والله. اما انا قلت: ما احسها تخوف، وش رايكم ندخل؟ قال احمد: اي والله ايش رايكم؟ خالد كان رافض تماما وقال: لا مستحيل. رديت عليه وقلت: اقول يا بزر بطل خوف، بس بنشوفها ونطلع. دخلناها بعد اقناع طويل وحسيت بخوف وقشعريرة مو طبيعية. والحين خلونا ننتقل الى واقع المحقق تميم. بعد ما وصلت المركز متأخر لقيته مفتوح. دخلت معي الأشياء. اتصلت على إياد وقلت له: ألو هلا إياد، أبغاك في موضوع ضروري يخص ياسر. قال إياد: ترى دوامي انتهى من زمان، ليش بغيت شيء؟ قلت له: لازم تجي المركز الحين. قال وهو معصب: يا ربي طيب نص ساعة وأنا عندك. وقفل الخط. صرت أناظر للأدلة الجبارة هذه، مو معقولة. بكل بساطة لقيناها. فتحت اللابتوب وبديت أبحث عن القرية وإيش هي الجرائم اللي يتكلمون عنها الناس، وقدرت أحصل 4 جرائم، ومنها جريمتين قتل عائلة كاملة. كانت طريقة الجريمة تقطيع الأعضاء واقتلاع الأعين، وبعدها رصاصة في وسط الرأس. وطبعا كل هذا صار بعد تعذيب دام لمدة 3 أيام. أما الجريمتين الثانيات كانوا ضحاياها زوجين تعذبوا بطريقة وحشية. أزال السفاح أعضائهم الداخلية وجعلهم ينزفون حتى الموت. وفي كلتا الجرائم الشنيعة تلك لم يجدوا أي أدلة تدين لهم المتهم، فأغلقت تلك القضية بعد تحقيق دام طويلا. كانت بالنسبة لي صدمة، اي والله صدمة. هذا بيدي الحين السكاكين وهذا السلاح، يعني معقولة. المهم ما علينا. أخيرا وصل إياد ودق الباب وسمحت بدخوله، وقالوا هو تعبان. وش فيك؟ قلت له: اسمع، أبي أعرف البصمات اللي على هذه الأسلحة، فاهم؟ قال إياد: طيب ليش؟ قلت له: ضروري، يلا خذها. أخذها وخرج من المكتب ورجع بعد 10 دقائق وقال: بكرة الساعة 9 الصباح بتطلع النتائج. قلت له: طيب لكن إياد أبغى أعرف الأشخاص اللي كانوا مع ياسر مين. قال إياد: ذكرتني اللي أعرفه أنه متعرف على شلة شباب صغار وكلهم بنفس الحي.
قلت له طيب تعرف وين بالضبط؟ على طول حط ايده على شنطته وطلع منها ورقة واضحة وفيها عناوينهم كلهم، وكانوا 4 أشخاص وأساميهم كانت برضو واضحة. فهد بن محمد ساكن ورا البقالة بجنب المسجد، وثاني واحد اسمه أحمد عبد الله بجانب مدرسة آل واحد، وثالث واحد كان اسمه خالد علي قدام الخباز. أما الأخير اسمه طارق يوسف في آخر الحي بجنب صالون. كانت الأسماء والأحياء والأماكن كلها واضحة. ابتسمت وقلت يا ربي فيدوني. تركت الورقة وتحسست جيبي، فتحت الرسالة هذيك وقلت بصيغة الشك معقولة. والحين خلونا ننتقل إلى حياة فهد. وصلنا القرية وطلعنا من السيارة وبدينا نمشي بخطوات بسيطة للقرية. دخلناها والصراحة شكلها حسسني بالتشاؤم. شفنا البيوت المهجورة وتقريبا مثل ما وصفها ياسر تماما. دخلنا على أول بيت واجهناه، شفناه من جوا كانت الأبواب معدومة والأرض مشققة. أحمد راح الحمام وخرج منه بسرعة وقال وش ذا القرف. نظرت الحمام من بعيد واكتفيت بالصمت. أما خالد وطارق فكانوا مفهين في البيت وواضح خوفهم. تجاهلنا البيت وطلعنا منه، لكن بعد وقت طويل من المشي اختفى خالد. اي والله عرفنا باختفائه بعد ما قلت خالد للحين خايف. الكل ضحك وقال اكيد خايف يعني ايش. بس يوم ما لقينا منه رد كلنا التفتنا واكتشفنا انه مختفي. لكن بعد لحظات بسيطة سمعنا صرخة قوية. كلنا جرينا المكان الصرخة، بس كانت الصدمة ان خالد مقتول، كان مسدوح ووجهه مزرق. أحمد وطارق كانوا مصدومين ما تحركوا إلا أنا. قربت للجثة وحطيت إيدي عشان أشوف هو حي ولا ميت، لكن الفاجعة إنه مات. طارق قام يبكي ويقول صديقي مات صح ولا لا؟ قلت له ونبرتي كلها حزن ادعي له. أحمد قرب لي وقال وهو معصب أنت السبب أنت. أنا عن نفسي بعد ما صار يتكلم بهيستيرية صفعت كف بوجهه وهدى بعدها، وقلت وانا اخاصم بدال ما تلوموني شوفوا لكم حل كيف نطلع من هنا، وهل يا ترى راح نطلع من هنا احياء ولا اموات؟ والحين خلونا ننتقل الى واقع المحقق تميم. صارت الساعة 1 الظهر. رحت الحي ودورت في كل البيوت عن هالاشخاص، لكن الصدفة انهم مختفين من الصباح ولا حد يعرف وينهم. علمت اهاليهم وقلت لهم وين تتوقعون راحوا؟ الكل جاوب بنفس الجواب هم بالعادة يتجمعون في الاستراحة. رحت ودورت عليهم بالاستراحة لكن ما كان في احد برضو. كانت وقتها طارق تبكي وتقول الله يخليك لاقي لي ولدي. عمره ما راح بدون ما يعلمنا وين بيروح، الا هالمرة تركنا وراح. امانة رجعوه، ما عندي الا هالولد، الله يخليكم جيبوه. هديتها وقلت لها ابشري يا خالة وتركتها. اخذت سيارتي وتوجهت للمركز، واول ما دخلته لقيت اياد متوتر وكان يناظرني وقال طلعت البصمات. قلت لها بحماس طيب قول وش هي؟ قال وهو يرتجف. والحين خلونا ننتقل الى حياة فهد. بعد فترة من المشي السريع والتوتر والخوف كل مشاعرنا كانت مريبة. ناظرت له وفجأة التوت رجله وطاح في حفرة. صرخنا انا وطارق بكل قوتنا احمد وينك يا احمد تعال. دقيقة انا اتذكر اني كنت اتزحلق في حفرة طويلة. في احد سحب رجلي للحفرة. بس دقيقة لما فتحت عيوني كنت بشبه غرفة وقدامي شخص هيئته مريبة وتخوف. كان وجهه ما فيه عيون وخشمه ملتوي، جلده مسلوخ وكان يطير بالهواء ورجوله ما تلمس الارض. اول ما شفته صرخت باقوى ما عندي، لكن فجأة ضرب راسي بحديدة الين دخل جزء من الحديدة في راسي. كنت اصرخ من صعوبة الألم وصرت انزف دم. غمضت عيوني واستسلمت. والحين خلونا نتكلم عن واقع فهد وطارق. طارق وهو يبكي كان يقول فهد سامع صوته، سامعه صح. طارق طاح على ركبته وقال ياسر كان صادق، ياسر ما كان يكذب، ما راح يخلونا، راح يقتلونا، بنموت هنا. قلت له طارق صوت فهد اختفى. طارق قام يضحك ويبكي ويقول شكلهم قتلوه، اكيد قتلوه. صرت امسك يد طارق وصرت اقول له يلا نمشي قبل لا يجونا، يلا يا طارق يلا خلنا نمشي. فجأة طارق فلت يده وحط ايده على جيبه، طلع سلاحه وحطه على راسه وقال وهو منهار ما راح اخليهم يعذبوني. قلت له وانا اصرخ وابكي اترك اللي بيدك، تكفى الله يخليك اتركه، ما عندي غيرك صاحب الحين. لكنه غمض عيونه وصوب الرصاصة على راسه. أذكر أني قربت له وحطيته بحضني، صرت أبكي وشاهق. كنت أقول بقهر لا تموت طارق، لا تخليني، الله يخليك. طارق كان ينزف
وارتفع صدره وفارق الحياة. توسعت عيوني بصدمة وصرت أصرخ بكل صوتي إلين انبح. طارق طارق وين رايح يا طارق؟ بديت أحس بقهر، كان الدم مالي ملابسي وعادم كل تفاصيل جسمي. حطيت طارق على جنب الطريق وعلى طول ركضت لسيارتي، لكن الصدمة اني لقيتها ما كانت مختفية. طلعتها وهربت من القرية، بس وانا في الطريق وسرعتي كانت قوية جدا. شفت نور ساطع عماني وما خلاني اشوف، وكل اللي اذكره صوت قوي وتقلب السيارة. اي نعم، انا سويت حادث. والحين خلونا نتكلم على واقع المحقق تميم. اول ما دخلت المركز لقيت اياد متوتر وكان يناظرني وقال ترى طلعت البصمات. قلت لها بحماس طيب مين طلع صاحب البصمات؟ قال وهو يرجف للأسف كان ياسر. قلت بصدمة نعم كيف كذا؟ أنا لازم أعرف كيف صار كذا. قال اياد ياسر كان مريض بمرض نفسي ومنفصم بالشخصية. من طفولته كان يسمع أصوات ويهلوس فيها، وكان أبو ياسر يحقد عليه، وكان ياسر يعذب القطاوة حقت القرية بغرفته. ولما يصحى ياسر من نومه المفاجئ ويسأله أبوه مين سوى فيهم كذا وليه تسوي هالحركات فيهم، كان ياسر يخاف ويبكي ويقول مو أنا. أبوه جاهل وصار يضربه ويطرده من البيت. وياسر كان ينام بالشارع، واللي كان يحميه في الليل ويعتني فيه كان جده، لأنه كان يحبه بالحيل. ياسر صار يخاف ويحبس نفسه بالغرفة، وبآخر الليل يختفي إلى من صار عمره 19 سنة. بدت الأمور تسوء بالقرية وصارت الجرائم بالبيت هذاك، وكان يختفي ياسر أوقات الجرائم ويظهر بعد أوقات الجرائم بأسابيع، وما كان في أحد يعرف وين يروح إلى من توفى جده وصارت حالة ياسر أسوأ. وبعدها بأسابيع أبوه جاه مرض غريب، وهو انه ينام بنفس الوقت صاحي، واوقات يبكي ويصرخ ويشاهق ويستنجد. كان النوم بالنسبة لأبو ياسر هلاك. شالوه للشيخ وقال لهم الأب مسحور وقبيلة كاملة من الجن تسكنه، وما ارتاح الأب إلا أن اشتغلت النار بالبيت ومات محروق. أما الأم توفت بعد إصابتها بجلطة. بس الغريب أن له أخو عايش ومتشوه، وهو اللي أعطاني كل هالمعلومات، ولو تشوفه راح يكون أفضل. كنت بمكاني مذهول وقلت له بعد ثواني وينه أبغى أشوفه. قال رحلة هذا هو بمكتبي. تركت إياد ورحت بسرعة المكتبة وفتحت الباب وشفت أخو ياسر. كانت في أثر على جسمه ووجهه وواضح في أعراض التشوه. قلت له السلام عليكم، معك المحقق تميم. رد علي وقال وعليكم السلام، وأنا سعد أخو ياسر. على طول قلت له أخوك ياسر ما قد راح لطبيب نفسي؟ قال لي إيه راح، وقالوا لي إنه مريض بمرض نفسي وعلموني ببعض الأعراض. وفعلا بديت أترقب أخوي ولقيت أغلب مواصفات المرض فيه. كان أوقات يصلي وأوقات ما يصلي، وأوقات يقرأ قرآن وأوقات ما يقرأ. كانت شخصيته متناقضة، مرة طيب ومرة حقود، مرة نذل ووسخ ومرة مسكين وحنون. المهم صرت أراقبه دائما وأشوف وين يروح وين يجي، إلى من اكتشفت إنه له علاقة مع ساحر بالقرية، وأغلب أوقات اختفائه يكون عنده. وعرفت إنه ناوي على شيء، ومع الأيام نسيت كل شيء وتجاهلت الأشياء هذه. لكن بعد اللي صرت أفكر بأشياء غريبة، وبديت أفكر بكل الأحداث. أخوي السبب في الجرائم كلها، وسبب قتله لهم كان يقدمهم قربان للعالم الآخر، بما أن هذه كانت شروطهم. نعم أخوي كان ظالم وبنفس الوقت كان مظلوم. نعم أخوي اللي سحر أبوي وكان أول سبب في حريق البيت، وكنت عارف لكني ما قلت لحد، وخفت إنه ينتقم مني. تركني في حال سبيلي بعد ما اعترف لي بكل شيء، وقال كل اللي أبيك تعرفه أنك تنسى موضوع الجرائم هذيك، وكل شيء يخصني والقرية هذيك لي أنا وجغيزمة زوجتي، وماني تاركها لأحد غيري، أحبها وأعشقها. قفى وطلع من البيت. انهرت بالبكاء، كنت أتألم من حال أخوي، وكنت عارف أن ذاك مو أخوي، ذاك شخص ثاني. ونمت على الأرض من القهر وصحيت واتجهت للحي عشان أواجهه وأقنعه بالدكتور النفسي، لكني انصدمت بعد ما عرفت أنه فارق الحياة. طبيعي يقتلونه، كيف ما يقتلون شخص متناقض بالحيل معاهم ومرة ضدهم، مرة ساحر ومرة شيخ ومرة طيب وخلوق. كان سبب انتهاء أخوي وموته. العالم الثاني، ذاك العالم الغريب، كان سبتهم الأسود. يوم قتل آخر عائلة، يوم انتهاء القرية المسالمة بإيدهم. ذاك اليوم الأسود اللي قدر أخوي فيه إنه يصير ساحر. أخوي الظالم والمظلوم، أخوي الوجع والموجوع. للحين أنا مو عارف ألومه ولا ما ألومه. وكمل كلامه وهو يقول دقيقة، أما العجوز اللي كان مع جغيزمة بذاك اليوم
كان واحد من المختفين، والله أعلم أنه يكون الساحر الثاني. وسحر هذيك القرية باقي ما انتهى من بعد ما تجددت ذيك السماء بيوم السبت الأسود. والحين خلونا نتكلم على واقع فهد. صحيت وفتحت عيوني بصعوبة وقلت أنا فين؟ دخل الدكتور وقاطعني وقال وهو يبتسم: الحمد لله على سلامتك يا فهد، إيش أخبارك؟ قلت له الحمد لله، أنا ويني؟ قاطعني الدكتور للمرة الثانية وقال: حاسب صداع؟ جاوبت عليه وقلت لا ما أحس بشيء. بعدين قال الدكتور: حرك رجلك. حركتها وقال لي وهو يبتسم: حاس فيها؟ قلت له إيه أحس فيها. قال كويس الحمد لله وطلع. وانا منسدح بالسرير حسيت بوجع بصدري وانفاس حارة على رقبتي. غمضت عيوني ابي اصرخ لكني مو قادر. حسيت بهمس وكان يقول النهاية. واخيرا استشعرت دخولها بجسمي. اي نعم، صار كائن منهم يقاسمني جسدي كل ليلة وكل ثانية. من بعد ذيك الحادثة صرت مو انا، مرة احس فيهم ومرة اصحى بمكان غريب والدم يغطيني. صرت اصحى انا قاتل شخص واوقات قاتل مجموعة من البشر. صرت اخاف من نفسي، انا مين؟ انا وش اكون؟ واصحابي ليه كذا كان مصيرهم؟ معقولة صرت مثل ياسر مريض؟ ايه الظاهر اختارني انا اللي اكون مكانه، انا اللي اتعذب بدالهم. يوم السبت الاسود، ذاك اليوم اللي كنت بصير فيه قاتل وساحر، اضحي بالبشر قربان للعالم الاخر. وآه من ذاك السبت